اللهم سامحني على كل صلاة تركتها وكل صلاة أخرتها، واجعلني يا رب محافظا عليها وثبتني عليها، وارزقني قلبا لا يتكاسل عنها ولا يؤخرها يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الصلاة حبا وليس فرضا، واجعلها نورا في قلوبنا وأرواحنا. اللهم اجعلها أحب إلينا من كل شيء في الدنيا وما فيها، ولا تجعلنا من الغافلين عنها. اللهم علق قلوبنا بالصلاة والقرآن، واجعلها شفيعة لنا يوم القيامة. اللهم ارزقنا الاستقامة في الصلاة، واجعلها طريقا لرضاك والجنة. اللهم اجعلنا يا الله، إني لا أصلي لك كما يليق بك، ولا أصوم لك كما كان يصوم داود، ولا أصبر إذا مرضت كما صبر أيوب، ولا أسبح تسبيح يونس في بطن الحوت، ولا آخذ ديني بقوة كيحيى، ولست متسامحا لحد القول اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكني مثلهم يا الله أحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ رمضان كريم، رمضان مبارك، رمضان شهر الخير والبركة وكل حاجة عليكم ان شاء الله. يا رب تكونوا بخير. واخيرا جيت لكم النهاردة بفطاري في بيتي بقى. اول يوم النهاردة هعمل فطار في رمضان في بيتي، لان انا بقالي 3 ايام عند مامة جوزي. عايزاكم بقى تعملوا لايك للفيديو النهارده ولفطار النهارده، وكمان تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. وعايزه اقول لكم وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير يا رب وفي احسن حال، ويكون ال3 ايام اللي عدوا عليكم دول يكونوا احلى 3 ايام في الدنيا عشان انتوا تستاهلوا كل الخير. يكون ايه فطاري النهارده؟ هيكون لحمه. هعمل صينيه لحمه كده في بريم كده حلوه قوي، هتشوفوا دلوقتي طريقتها معايا. وهعمل مكرونه وشويه مخلل ونعمل رضا على كده، لان احنا ال3 ايام اللي فاتوا كنا بقى عاملين ولايم بقى الحمد لله، فربنا يقدمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. عايزاكم تسامحوني على صوتي، اني عندي برد ايه قاتل قاتل قاتل. عايزه اقول لكم اليومين اللي فاتوا دول انا مصورتش فيه. اولا انا ما بعرفش اصور عند حماتي، تمام؟ مفيش ستاند تصوير ولا في اي حاجه ايه هناك يعني متاحه ان انا اعرف اصور بيها. وما تنسوش تقولوا لي كمان ايه رايكم في اسدال رمضان. حلو. طبعا انتم مش شايفينه بالطول، هوريه لكم دلوقتي بالطول. المهم ده منتشر جدا، يعني ده كوكب الارض كله لابسه، بس انا جايباه عشان البسه في البيت. المهم كنت عايزه اقول لكم فبقول لكم ما عرفتش اصور خالص ال3 ايام اللي فاتوا. كان نفسي قوي 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 اصور من اول يوم رمضان، بس للاسف والله زي ما قلت لكم يعني مفيش مش عارفه اصور. بس ان هنا بقى في بيتي باخد راحتي، ببقى عارفه بقى انا بعمل ايه، عندي استعداد التصوير فكده. وقولوا لي ايه رايكم بقى في زينه رمضان اللي ورايا دي. حلوه قوي. زعلانه قوي ان السنه دي ما صورتش معاكم الزينه وانا بعلقها وكده، بس يلا مش مشكله، خيرها بغيرها. المهم ان انا برضو زينت البيت وكله تمام تمام كده. يلا بقى ماخدكوش في دوشه. رمضان ما بيحبش اللك الكتير عشان ده شهر عباده وشهر صوم. عارفه ان فيديوهاتي ممكن ما تجيبش مشاهدات في شهر رمضان كويسه، بس انا ما زلت لازم اصور واشتغل على نفسي عشان خاطر ما اقعش تاني. فادعوا لي بالله عليكم وشجعوني، اهم حاجه تشجيعاتكم وتعليقاتكم ولايكاتكم والحاجات الحلوه بتاعتكم. فيلا بينا على فطار رمضان. وقولوا لي بقى صليتوا فروضكم ولا لسه؟ يعني بتصلوا كده وبتواظبوا ولا زي ادعوا لي يا جماعه، ادعوا لي والله العظيم. انا بنتي تعبانه وغزل تعبانه ولسه مديها جلسه نفس دلوقتي، فيا رب يا رب يا رب يا رب انا بتمنى من الله حق الشهر المفترج ده ما تخشش بقى في متاهات التهاب الرقبي والحاجات التهاب الرئوي والحاجات اللي بتجيلها دي، عشان بجد انا مش في حمل خالص يعني ان انا اشوفها بالمنظر اللي هي بتكون فيه ده. ومش حمل كمان، انا صحة، انا اصلا تعبانة والله العظيم الحمد لله على كل حال. فادعوا لي بالله عليكم ولكم بالمثل، ويلا بينا نحضر الفطار مع بعض. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. حبايبي نسمي الله بقى ونبدأ نعمل فطارنا. اولا بس عايز اقول لكم حاجة، انا لما صليت مش رياء مني ولا حاجة، لا انا بشجع اي حد مش بيصلي زي ما انا كده، لما بشوف حد بيصلي بتشجع. تمام. انا
يعني نفسي قوي قوي ربنا يثبتني على الصلاة. بصوا انا مش هكدب عليكم، انا بقطع في الصلاة في الفروض يعني، تمام، يعني في فروض بتفوتني بس غصب عني، والله العظيم ربنا هو اعلى واعلم، بسبب ولادي، تمام. يعني ببقى مش عارفة اصلا، انا اصلا في الطبيعي ما بعرفش يعني، سوري سوري، ما بعرفش ادخل الحمام، فاهمين؟ والله العظيم، فببقى محتاسة خالص، ممكن نطبق الفروض على بعض، وده بيكون غصب عني، فربنا يسامحني ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، اللهم امين. ونطلعوا من رمضان ده كده ان شاء الله كده كسبانين. اكيد مقصرين، واكيد في حاجات كتير قوي مقصرين فيها، بس ربنا غفور رحيم، وربنا بيكون شايف كل واحد نيته وضميره وهو في ايه يعني، تمام. احنا كلنا مقصرين، مفيش حد بيأدي كل اللي عليه كامل، فاهمين؟ فلو انتم برضو بتقطعوا في الصلاة زي، فادعوا برضو ربنا ان احنا يثبتنا ويقدرنا على طاعته، بس مش اكتر ولا اقل. تعالوا بقى اقول لكم انا كنت بعمل فطار ايه. عايزه اقول لكم ان ده كان تاني فطار ليا، يعني الفيديو اللي فات ده كان تاني فطار، ده قصدي اول فطار ليا كان في البيت. كنت اول مره اعمل بقى فطار في البيت بعد ما رجعت ايه من عند اهل جوزي وكده، تمام. المهم طلعت لحمه اللي هي اسمها ايه، روز بيف او بوفتيك، مش فاكره بصراحه. المهم حبيت ان انا اعملها في البريم ده طبعا الفخار يا جماعه تطلعوا منه الاكل تحفه، يعني بيدي الاكل طعم تحفه. المهم قطعت شرايح بصل، وقطعت شرايح فلفل وثوم، واللحمه برضو هقطعها، مش هسيب القطعه بحالها، لا انا يعني ايه، بحب اقطعها على نصين كده، او لو الحته كبيره قوي ممكن على 3 كمان، تمام. بس هفضل بقى اقطعها كده بنفس الطريقه. عايزه اقول لكم ان انا رمضان ده نشيطه جدا جدا جدا، يعني الحمد لله رب العالمين، بنام بدري وبصحى بدري، لا حاسه ان في نشاط كده بجد بجد إيه، لما بتصحي بدري ايا كان بقى رمضان او غير رمضان، في بركه رهيبه في اليوم، عكس خالص لما يكون اليوم ملخبط. وطبعا انا نفسي السنه كلها تبقى رمضان علشان سبب واحد، وهو ان انا ببقى منظمه قوي، فاهمين؟ المهم قطعت اللحمه اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا اللحمه مينفعش يتغسل. هنا بقى هنيجي نبهر اللحمه، هنحط بقى فلفل من اللي انا كنت مفرزاه، فلفل الوان، هحط شويه كده اهو. وبعدين نيجي بقى ايه نبهر فلفل اسمر. وهنا بقى دي البهارات دي كان جوزي جايبالي كده وهو جاي قبلها بيوم، عشان انا اصلا عايزه اقول لكم ان انا رحت يوم السحور فتح الله عشان اجيب حاجات، يا ربي ما عرفتش اصلا ادخل. توابير توابير توابير، لو بيوزعوا الحاجه دي ببلاش مش هتكون زحمه كده، يعني ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك كل الناس يا رب، ويكرمكم كلكم يا رب. المهم عشان ما افوتكمش، بصوا حطيت ايه بهارات لحمه و7 بهارات، وحطيت فلفل اسمر وكزبره، وهحط حته كده من القرفه العيدان، بس مش في الفيديو، تمام. ومرقه دجاج طبعا. فبقول لكم بقى ايه، ما جبتش حاجه خالص، يعني جبت الحاجات اللي هي ايه، ما جبتش حاجه من فتح الله، والجبن والحاجات دي كلها جبتها من الملك العادي اللي هو عندنا في العجمي. وكنت عايزه بقى اجيب لحوم وكده برضو جبتها من بره، زي الفراخ يعني والصدق وايه تاني، ولحمه مفرومه كده جبتهم من بره. حطيت بابريكا كمان نسيت اقولكم. فالمهم اللهم صل على النبي، ما جبتش بقى، ما دخلتش بقى فتح الله ولا جبت بهارات، وكان الوقت اتاخر، ما عرفتش كمان اجيب بهارات من عند حد ايه، يعني عطارة او كده، مش شرط من فتح الله. فالمهم اليوم ده طبعا السحور ده انا رحت ايه عشان كنت مبيتة عند اهل جوزي بقى، واللي احنا هنفطر. المهم قعدت كام يوم، قعدت 3 ايام او يومين مش فاكرة، 3 ايام
وروحت البيت ونسيت خالص وسقطت خالص البهارات، لان انا اصلا ما عنديش بهارات ولا عندي حاجه خالص اعمل بيها الفطور. فجوزي هو جاي ده ساعة السحور كمان، يعني الحمد لله عندنا عطار كده في الشارع كده جنبنا بيكون سهران. فقلت له هات لي بهارات. المهم جاب لي شويه دول بقى، انجزني بيهم يعني لحد برضو ايه ما انا انزل بقى واجيب بقى كل حاجه اللي اصلا انا ما جبتهاش بسبب عمليه جوزي وتعبه وكده. في حاجات كتير قوي يعني ايه احنا كنا المفروض نجيبها من بدري عن كده، يعني مثلا حاجتنا كنا بنجيبها من بدري عن كده، لكن خزين والحاجات دي كلها الحمد لله احنا جايبينها من بدري جدا، يعني جوزي جايبها من بدري جدا. لكن بقى الحاجات الرفيعة دي احنا هي دي اللي كنا بنجيبها في الاخر، والحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. بصوا بقى، طبعا بتتكلم عن نفسها وعن شكلها، وحطيت ورق لورا كمان، ما حطيتش طماطم، بس كده. طبعا انا بقلبها عشان كلها كده ايه تتجانس في بعضها. هحط شويه ميه صغيرين، بصوا الميه دي سخنه، واغطيها بقى، واغطيها طبعا عشان اللحمه تستوي، ونيجي على الفرن ونحطها. شغلت فوق وتحت. احلى حاجه في البوتاجاز بتاعي ده ان هو الشوايه بتشتغل عادي مع تحت يعني. بصوا، بوتاجاز فريش ده نوره كويسه جدا وفرنه كويس جدا، ولكن الماتيريال بتاعه معفن قوي، يعني الماتيريال بتاع حاجه فريش معفنه. بس هنا بقى ايه ولعت عود بخور كده علشان خاطر ايه ادي كده البيت كده طاقه ايجابيه. والطبق اللي انا حاطاه ده عشان خاطر البتاع اللي بينزل ده ما يقعش على الجزمة. اليوم ده بقى يا جماعة بنتي تعبت فيه قوي 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 قوي، يعني الحمد لله. يعني انا بصوا هي كانت لسه لحد دلوقتي يعني هي كانت نايمة، فالحمد لله. نيجي بقى هنا نعمل ايه الصبية. يعني انا كنت عملت البخور ولسه ما اعرفش بقى ان هي عندها ازمة في صدرها ولا الكلام ده. هي تعبانة وكل شوية ما نامتش اصلا اليوم ده، بس انا اديتها دواء واديتها جلسة كان وقتها ونيمتها. نيجي بقى هنا بصوا الكرش بتاعي لازق الزفل بقى في الرخامة. هنا بقى بعمل الصوبيا. عايزه اقول لكم جايبه الصوبيا من فتح الله، حماتي هي اللي جايباها لنا بصراحه، جايبه لنفسها كيلو ولينا كيلو. تحفه 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 بجد. فبحط بقى ايه كيلو لبن، او ممكن مثلا اقل من كيلو لبن وازود كوبايه ميه او كوبايتين عادي، تمام. وبحط بقى السكر حسب الرغبه، واربع معالق ايه صوبيا بس، واضربها في الخلاط. وبفضي بس المية اللي في الدرق ده في الدرق التاني عشان خاطر ايه حرام ما ارميهاش. بس كده. واشربي بقى احلى صوبيا. عايزه بقى تحطي جوز هند حطي عادي براحتك، بس انا جوزي ما بيحبش جوز الهند. نيجي بقى هنا نعمل المكرونه. الميه بقى هنا كانت غلت، وهفضي المكرونه عادي يا جماعه جدا. وبحط شويه ملح في الميه، وممكن احط زيت وممكن ما احطش. هو الاحسن انك ما تحطيش عشان لما تيجي تقلبيها تكون الصلصة تمسك في المكرونة. ولكن انا اصلا بعمل دي لوحدها، يعني مكرونة بره الصلصة، يعني بضيف الصلصة بعد المكرونة تستوي. نيجي بقى هنا نعمل ايه الصلصة. طبعا المكرونة كانت استوت، واحط البصل. انا بقى طريقتي دي بقولكوا في البلكونة في المكرونة مش بغيرها خالص، يعني دايما اساسي احط بصل، بس ممكن ما احطش توم في الصلصة، بعمل دقة بره. لكن المرة دي هعمل بقى الاتنين مع بعض ميكس كده، هتشوفوا دلوقتي معايا. حمرت البصل اهو، هجيب بقى الطماطم اللي انا كنت مفرزاها.
عايزه اقول لكم يا جماعه ان الطماطم اللي انا مفرزاها كلها طلعت حمضانه. ليه؟ مش عارفه، هو اكيد كلها. انا جربت يعني بصوا مش حمضانه، طعمها مغير كده. عارفين لما تكون الطماطم جايه على ان هي تحمض كده، فالطماطم طعمها كده. انا زعلانه وحزينه قوي بجد على ان انا كل الطماطم دي مش هتنفعني، وهضطر ان انا اي طبخه اجيبها او اعملها هحط يعني هيبقى طماطم فريش جديده. بجد زعلانه قوي قوي، مش عارفه من ايه، مع اني الفريزر بتاعي ما فصلش يعني، حتى ان هي فكت ورجعت تجمع تاني لا، مفيش اي حاجه حصلت من الحاجه دي خالص. والطماطم انا دايما بفرزها بنفس الطريقه اللي عملتها. لكن ايه يبقى هنا بصوا، كنت دققت الثوم والفلفل، اهو انا هنا حطيت بقى كله على بعض وشويه خل. الحمد لله. وهسيبها بقى ايه تتسبك مع بعض شويه. مالي انا وقفت هنا ليه؟ بس رجعت زودت كيس طماطم تاني عشان حسيت ان دول شويه صغيرين. ايه اللي حصل مين؟ بس كده. وده كان الفطار بتاعي اللذيذ الجميل، وده الفلفل اللي انا ومخلي اللي انا عاملاه ملحه في البيت، وادي برام اللحمه والمكرونه بتاعتي. وده كان فطاري بقى. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامه.